مساء الخير على حضراتكم. النهاردة هنتكلم عن العقد، والعقد مصدر من مصادر الالتزام في القانون المدني المصري، وعلشان يتم كتابة عقد سليم وصحيح لابد أن نعرف ما هو العقد وما هي أركانه وما هي أنواعه وما هي عيوب الإرادة في العقد وكيف يتم فسخ العقد وما هي آثار العقد وكيف يتم تفسير العقد. أهلا بيكم في القانون وما فيه مع محمد منصور. أهلا بيكم مرة تانية. العقد حسب نص المادة 89 من القانون المدني المصري هو تبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد. وتعريف العقد أيضا هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين. أما بالنسبة لأركان العقد فالعقد يتكون من 3 أركان رئيسية، وهي المحل والرضا والسبب. أما الركن الأول من أركان العقد وهو الرضا، ومعنى الرضا هو أن يكون هناك توافق حقيقي بين إرادتي الطرفين المتعاقدين، ويشترط لصحة الرضا أن يكون خالي من العيوب مثل التدليس والغلط والإكراه والغبن. فإذا كان العقد به عيب من هذه العيوب فيجب على الشخص أو المتعاقد المتضرر طلب إبطال العقد بناء على تواجد هذه العيوب. أما الركن الثاني من أركان العقد وهو المحل، ومعنى المحل هو الشيء الذي يتم التعاقد عليه وله شروط، وشروطه أن يكون المحل معينا أو قابلا للتعيين ومشروعا، ويمكن أن يكون المحل ماديا أو معنويا، ويجب أن يكون المحل متوافقا للنظام العام والآداب. أما الركن الثالث من أركان العقد وهو السبب، فيجب أن يكون للالتزام سبب مشروع ومحدد، والسبب هو الغرض الذي يقصد المتعاقد تحقيقه من العقد، ويجب أن يكون السبب متوافقا